الماعز الشامي هو نوع من الأنواع الأساسية للماعز المستأنسة، ويعرف أيضا باسم الماعز العربي الأصيل. يتميز هذا النوع بالقدرة على التكيف في بيئات الحرارة العالية والجفاف، وهو متوفر في مناطق واسعة من العالم بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. ويتميز الماعز الشامي بأحجامه وأوزانه المختلفة ومميزات حليبه. أحجام وأوزان الماعز الشامي. تختلف أحجام وأوزان الماعز الشامي تبعاً للنوع والمنطقة التي يعيش فيها، ومع ذلك يتراوح وزن الذكور المبالغ فيها من 40 إلى 90 كيلو جراما وربما 100، ويبلغ طولها حوالي 1.2 مترا وارتفاعها حوالي 75 سنتيمترا. ويكون وزن الإناث أقل بشكل عام، حيث يتراوح وزنها من 30 إلى 70 كيلو جراما. مميزات حليب الماعز الشامي. يعد حليب الماعز الشامي مصدرا مهما للغذاء في بعض الثقافات، حيث يستخدم كمصدر غذائي ومكون للأطعمة المختلفة مثل الجبن والزبدة والحلويات. ويعتبر حليب الماعز الشامي ذو جودة عالية ومحتوى دهون أقل بكثير من حليب البقر، ولكنه يحتوي على مستويات عالية من البروتين والكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى. ويتمتع حليب الماعز الشامي بالعديد من الفوائد الصحية، فهو يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، ويحسن من الهضم وامتصاص المغذيات. كما أنه يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية والتي تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يساعد في تخفيض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول السيء في الجسم. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من التلف الخلوي والأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي حليب الماعز الشامي على مستويات عالية من المواد المغذية الأخرى مثل السيلينيوم والزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهذه المواد المغذية تساعد على تحسين صحة الجسم بشكل عام. علاوة على ذلك، يمكن استخدام حليب الماعز الشامي كبديل صحي لحليب البقر لأولئك الذين يعانون من الحساسية من اللاكتوز أو البروتينات الموجودة في حليب البقر. ويعتبر حليب الماعز الشامي أسهل للهضم بالمقارنة مع حليب البقر، مما يجعله خياراً صحياً للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي. الخلاصة: يعد الماعز الشامي نوعاً من الأنواع الأساسية للماعز المستأنسة، ويتميز بأحجامه وأوزانه المختلفة ومميزات حليبه. حليب الماعز الشامي ذو جودة عالية ومحتوى دهون أقل بكثير من حليب البقر، ويحتوي على مستويات عالية من البروتين والكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى. ويمكن استخدام حليب الماعز الشامي كبديل صحي لحليب البقر لأولئك الذين يعانون من الحساسية من اللاكتوز أو البروتينات الموجودة في حليب البقر. تهجين الماعز الشامي هو عملية تقوم بها المزارعون والخبراء في مجال الإنتاج الحيواني لتحسين جودة الحليب واللحم والصفات الوراثية للماعز. وتتضمن هذه العملية دمج صفات معينة من ماعز شامي مختلفة مع صفات أخرى من ماعز آخر لتحسين الصفات الوراثية للحيوانات المستقبلية. وقد تم إجراء العديد من الدراسات والأبحاث لتحسين خصائص الماعز الشامي من خلال التهجين، حيث تم استخدام مجموعة متنوعة من الماعز المختلفة في عملية التهجين. وتهدف هذه العملية إلى تحسين صفات مثل الإنتاجية والصحة العامة والمقاومة للأمراض والصفات الجسدية. عادة ما يتم اختيار الماعز الأفضل في الإنتاجية والصحة والصفات الجسدية لتكون الأب الوراثي للجيل الجديد، وذلك لضمان نقل الصفات الإيجابية إلى الجيل القادم. وعادة ما يتم استخدام تقنيات مثل الانتخاب الطبيعي والتزاوج الاصطناعي والتلقيح الصناعي لتحقيق التهجين الناجح للماعز الشامي. ومن النتائج المهمة للتهجين الناجح للماعز الشامي هو تحسين إنتاج الحليب، فقد تم تحسين كمية وجودة الحليب بشكل كبير عن طريق التهجين،
مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الحليب والمنتجات الأخرى المستخرجة منها. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحسين المقاومة للأمراض والصحة العامة للماعز الشامي من خلال التهجين، حيث تم تحسين صفات مثل المناعة ومقاومة الحيوانات للأمراض المختلفة. كما تم تحسين صفات أخرى مثل الوزن والحجم واللون ونسبة الدهون في الحليب واللحم وغيرها من الصفات المرتبطة بالوراثة. بشكل عام، يمكن القول أن تهجين الماعز الشامي هو عملية معقدة ومتعددة الجوانب، تتطلب خبرة ومعرفة في مجال الوراثة والإنتاج الحيواني. ومن أجل الحصول على نتائج إيجابية، يجب أن تتم العملية بعناية وبطريقة صحيحة، وتحت إشراف متخصصين في هذا المجال. يجب الإشارة إلى أن التهجين الناجح للماعز الشامي ليس مجرد عملية تحسين صفات الحيوانات، بل يمكن أن يساهم في تحسين إنتاجية المزارع وزيادة الدخل، وكذلك في توفير مصادر غذائية صحية ومتوفرة للإنسان. تعتبر الإنتاجية الحلوبية للماعز الشامي من أعلى الإنتاجيات الحلوبية لدى الحيوانات الحلوبية، وتختلف حسب عدة عوامل مثل العمر والوزن والتغذية والعناية وغيرها من العوامل البيئية والوراثية. ومن الممكن أن تتراوح إنتاجية الماعز الشامي من الحليب بين 2 إلى 6 لتر في اليوم، وهذا يعتمد على العوامل المذكورة سابقا. وبالنسبة للإنتاجية السنوية، فإنها تتراوح بين 200 إلى 400 لتر في السنة لكل رأس من الماعز الشامي، ويعتمد ذلك على مجموعة من العوامل مثل العمر والوزن والتغذية والعناية وغيرها من العوامل البيئية والوراثية. يجب الإشارة إلى أن الإنتاجية الحلوبية للماعز الشامي تختلف عن الإنتاجية لدى الأنواع الأخرى من الماعز والحيوانات الأخرى المنتجة للحليب، ويمكن أن تختلف الإنتاجية بشكل كبير بين الماعز الشامي المختلفة حتى في نفس المزرعة. ومن الممكن أن تختلف الإنتاجية الحلوبية للماعز الشامي أيضا حسب فترة السنة، ففي فصل الربيع والصيف تكون الإنتاجية أعلى نظرا لزيادة الكمية والجودة الغذائية المتاحة للحيوانات، في حين تنخفض الإنتاجية في فصل الشتاء بسبب نقص الغذاء وللظروف المناخية القاسية.